السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فازة جميلة بطريقة سهلة، وكمان بتكون إعادة تدوير لأي فازة عندك في البيت، أو ممكن تعمليها جديدة زي ما تحبي. أنا كان عندي الفازة دي، كانت عندي فيها ورد قديم، فحبيت ان انا اجيب لها ورد جديد واجددها. تمام، فزي ما انتوا شايفين جبت الورد بتاعي، وجبت كمان الكماشة ومسدس الشمع. تعالوا نبدأ نعمل فازتنا الجميلة. اول حاجة بدأت ان انا اخلع الورد القديم كله. تمام، وهبدأ ان انا احط الفلين بتاعي اظبطه علشان احط الورد وارصعه بطريقة جميلة، بحيث يطلع في الاخر شيك وشكله حلو. يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ونشترك علشان كل يوم اعمل لكم انجاز جديد وننزل بحاجة جميلة، ونشجع بعض ان احنا نعمل حاجات هاند ميد يدوية بسيطة بتضيع الملل وبنسلي وقتنا، وفي نفس الوقت بنجدد اي حاجة موجودة عندنا في البيت لحاجة تانية جميلة وجديدة، وفي نفس الوقت نوفر. زي ما انتوا شايفين الفلين بتاعي لازم بيكون طبقات. يعني بيكون اول قطعة في الفازة بتكون فلين، وبعد كده بقص قطعة مدورة في النص، وفوقها كمان قطعة مدورة أصغر. بيكون 3 طبقات علشان أنا عايزة أعمل الفازة بتاعتي كذا طبقة. تمام، وبعد كده جبت الورد بتاعي، ببدأ ان انا اقصقصه بالكماشة، وبعدين ببدأ ان انا اول حاجة بحط الوردة اللي في النص. انا جبت الورد العباد ده شكله جميل قوي، وجبت كمان الورد الاصفر جميل قوي. بيكون بيتباع بوكيه على بعضه، بيكون ورد اصفر ومعاه كريز، وكمان بيكون عصافير. انتي بتروحي في محلات الورد بتشتري البوكيه الورد على بعضه. طبعا بيكون اوفر كتير جدا من ان انتي تشتري الفازة معمولة جاهزة. بدأت ان انا ارصع الورد بتاعي، بحط في النص اطول وردة بتكون في النص، وبعد كده ببدأ ان انا ارصع حواليها الورد، بكون مقصقصاه قد بعضه، وببدأ ان انا اعمل الدور الاول باللون الاصفر مثلا، وبعد كده الدور التاني بورد العباد، وزي ما تحبوا برضو. آم، وبعد كده بعد ما بخلص ببدأ ان انا آم، اخلع وردة وردة، وبحط على طرفها شمع والزقها تاني علشان بقى اثبته. يعني انا بشيل وردة وردة واحط على طرفها شمع وادخلها تاني، يا اما بحط حواليها شمع وهي على الفلين، بحيث ان هو يثبت وما يطلعش تاني. وده كان الشكل بتاعنا النهائي بعد ما خلصنا. مستنياكوا تقولولي رأيكم في الكومنتات، وياريت لو حد عمل حاجة يوريني الحاجة اللي عملها. وبعد كده لو حابين، يعني دي حاجة اختياري ان انتوا تزينوا الفازة. انا جبت شريط ستان بني، وجبت كمان الشريط الابيض ده، وبدأت ان انا الفه على الفازة من تحت، وعملت كمان فيونكة بشريط الستان. ودي طبعا حاجة اختيارية، بس انا حسيت في الاخر طلع الشكل جميل جدا وحاجة جديدة يعني اللمسات الأخيرة دي بتدي للشغل بتاعك شكل جديد، بتحسسك كمان ان انتي جايبة حاجة جديدة ومبهجة في نفس الوقت، ومش مكلف. يعني الحاجات دي مش مكلفة خالص، وبتدي لمسات جمالية جميلة. مستنية تقولولي رأيكم في الكومنتات. وياريت لو حد عمل اي حاجة من الحاجات الجميلة اللي احنا بننزلها يوريها لي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب وتشجعوني علشان اقدر اعمل لكم كل يوم حاجة جديدة مبهجة، سواء هاند ميد او اعادة تدوير للاشياء. ومستنية رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.